يا مساء السعادة والهنا على أحلى وأغلى عيلة في الدنيا، عيلة رانيا ميكس. كل سنة وانتم طيبين حبايب رانيا. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الرقاق. شايفين الجمال ده؟ مفيش أحلى من كده. والطعم بقى ياه، كان نفسي أتمنى إن يكون في خاصية أقدر أدوقكم كلكم الطعم كان عامل إزاي. بجد بجد ولا أروع من كده. هتعمل المرة دي بشكل جديد، وفي نفس الوقت الحشوة برضه هتبقى جديدة، والله كأنك فعلا بتاكلي. آه بصي، هي شاورما، تقدري تقولي انها شاورما، بس امشي على نفس التكات بتاعتي، وان شاء الله بامر الله هتدعي لي ده على السنين لما تدوقي الجمال ده، وكل اللي هيدوقه من ايدك هيشكرك عليه. يلا بقى بسرعه عشان نشوف الحشو بتاعنا. حطيت هنا معايا معلقه من سمنه على معلقه من الزيت، ونزلت ببصلايه كبيره وقرنين شطه بس حامين. انت عايزه تحطي شطه رومي ماشي براحتك. بعد كده اول بس ما بتبتدي بس البصلايه تبتدي تدبل معايا، بروح نازله بفلفل الوان، اي فلفل الوان عندكم برضو، ما تربطيش نفسك اللي موجود. لو ما عندكيش الا الاخضر خلاص تمام. معايا برضو فص توم بس محترم كده، هو واحد بس كبير، فص محترم. لو في صغير خلاص حطي فصين اتنين، برضو بينكهوها جدا جدا جدا. بنقلب كويس جدا، وبعد كده بنزل بقى بالفراخ دي. كانت عندي من بالليل فبايته. طيب انا اعمل فيها ايه؟ كان عندي صدر او نص صدر من الفرخه، خدته قطعته حتت صغيره، بس انا طبعا عامله حشوه اكبر من كده. هي نفس الطريقه دي، انا عملت لكم بنفس الطريقه دي علشان المره اللي فاتت ما اتصورتش معايا. تعالوا بقى نشوف احنا حطينا ايه البهارات بتاعتنا. حطينا الملح والفلفل، وحطينا بهارات. لو حاطه بدل الفراخ ديك لحمه هتحطي بهارات لحمه، حاطه فراخ زي يبقى هتحطي ايه؟ هتحطي بهارات فراخ، او تحطي حاجه من عند العطار اسمها بهارات شاورما. بجد هتدعي لي ده على السنين عليها. دوقيها بس واعمليها بنفس الطريقه وهتشكريني جدا. يلا بقى معانا. بصوا انا قلت لكم ان انا كنت عامله كميه، ودي هنا كنت حاطه ايه؟ كنت حاطه الكميه كانت كبيره شويه. معايا هنا دلوقتي كوبايه من البشاميل، بس كوبايه كبيره برضو محترمه برضو. انتوا عارفين يعني انا دايما بشيل عندي، لاني البشاميل اللي بستعملها في حاجات كتير جدا. باخد دلوقتي معايا كوبايه البشاميل بتاعتي، وبنزل عليها ببيضايه واحده ورشه من الفلفل الاسود. طيب لو انت دلوقتي عايزه تحطي ملح حطي، بس خلي بالك لان البشاميل برضو هيبقى فيه الملح بتاعه. لكن لو البشاميل دلع انت هتظبطي الملح بتاعه. بجيب بقى دلوقتي الرقاق بتاعي وببله واحده واحده، بدهنه كويس جدا جدا بالبشاميل بتاعي. لازم ما تخليش حته ما فيهاش من البشاميل. احنا مش هنحط اي سمنه، والله العظيم الطريقه ولا اروع من كده. هتشكريني جدا جدا. وبعد كده بنزل بالحشو بتاعي، وبنزل باي نوع جبنه من اللي عندي. انا كان عندي هنا موزاريلا على شيدر، وكان عندي، انت بقى عايزه تحطي شيدر بس او تحطي موزاريلا بس او تحطي الاتنين ميكس براحتك زي ما انت عايزه. وبلف الرقاق بتاعي رول زي ما انت شايفه كده. خلي بالك الرقاق ده كان بقاله اكتر من شهر معايا في قلب الفريزر، ولسه مطلعه. شايفين طالع عامل ازاي؟ بس انت اهم حاجه تحكميه كويس قوي في شنطه كويسه جدا، شنطه جوه شنطه، بلاش شنطه واحده. يعني حطي شنطتين، في شنطتين وسيبيه. وبصي، وممكن يقعد معاكي شهرين 3 4 براحتك، ما تقلقيش. هتطلعيه بس مجرد ما هيهدى بس هتلاقيه بيبقى بمنتهى السهوله معاكي. وبعمل كل الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه اللي انت شايفاها دي معايا، وبخلصها. انا طبعا هنا كان معايا حوالي كيلو، والله يمكن اكتر كمان لان كان عندي جزء تاني انا حطيته. فانا الصينيه بتاعتي ما شاء الله كبيره يعني. بخلص كل الكميه بتاعتي بنفس الطريقه زي ما انت شايفه كده رول، بخلصها كلها. شايفين لسه ايه؟ فاضل حاجه بسيطه. وبعد كده بروح جايبه بقى بقيه البشاميل بتاعي. عندك شويه، مثلا عندك نص كوبايه لبن حطيها عليها، مفيش لبن خلاص نص كوبايه شوربه وخففيها، وروحي ساقيه بيها كل الرقاق. واي جبنه عندك حطيها ودخلي الفرن وكلي وادعي لي بقى، وشوفي كل اللي في البيت والريحه لما تطلع هتدعي لي دعاء مش عايزه اقول لك. ولسه لما تدوقي كمان الطعم الشكل يجنن. لو حطاها في عزومه، حطاها على سفرتك صينيه الرقاق دي، الكل هيسالك انت عامله فيها ايه وايه الحشو ده عباره عن ايه. لان فعلا كل اللي كان منها
مبقاش مصدق ازاي دي طعمها كده ازاي. الف الف هنا، ومتنسيش رانيا باللايك الجميل بتاعك، وكل سنه وانتم طيبين حبايب رانيا. السلام عليكم ورحمه